خطاب للقسيس الروسي عن الطاجك. رئيس جمهورية طاجكستان ذو وجه مشرق، هو إنسان كامل بكل معنى الكلمة. إذا التقيت به فهو يجري محادثات جيدة جدا. ولا تنسى الطاجك ذات حضارة والثقافة قديمة. عندما كنا نسير في الغابات مثل المتوحشين كان لديهم دولة وحضارة غنية. الحضارة الفارسية كان لهم شخصيات تاريخية وثقافية عظيمة مثل جلال الدين، محمد بلخي وفردوسي ورودكي، بينما لم يكن لدينا مثل هذه الشخصيات في ذلك الوقت. كما تعلمون أن لديهم حضارة وشخصيات يمكنهم أن يفتخروا بها. هذه الثقافة تجرى في دمائهم. لديهم أدب غني وخطب جميلة. أنا أعرف قائدا عاديا كان هناك حارس يعيش في هنا اسمه رمضان، كان يعرف اللغة الروسية جيدا وخدم في الجيش السوفيتي. هل تعرف كيف كان يتكلم؟ مثيرة للاهتمام ومهذبة للغاية مع صور جميلة. وما زلت أشعر بالأسف لأنني لم أسجل كلماته في ذلك الوقت. لقد أجرى محادثات جيدة جدا وشعرت ببلاغة شرقية في محادثاته. أنا أتحدث عن التاجيكي العادي. أنا لا أعرف طاجيكية، لكن إذا شاهدت برامجهم التلفزيونية سترى أن الطاجيكي يستطيع التحدث لمدة 15 دقيقة في قرية واحدة. خذ مثل هذه المحادثة من أمتنا، لا يستطيع أن يقول جملتين، يتحدثون بسهولة بل يقرؤون القصائد في منتصف محادثاتهم. وهذا دليل على الحضارة عالية للطاجك التي تسرى وراثيا في دماء كل منهم. ربما لم يتحملوا الظلم إلا في سيرة التاريخ. غزو تشينغيز خان أو أمير تيمور، كم ظلموا الأجنبيين لهذه الأمة عبر التاريخ. هناك أناس طيبون جدا. لم أشاهد هذا الحدث لكنني سمعته عبر الراديو. امرأة مهاجرة طاجيكية وطبعا مسلمة تحمل على كتفها رجلا روسيا مخمورا وتأخذها إلى مكان معين وتقول إن الله أمرك بمساعدة الجميع، وتبين لاحقا أن هذا الرجل كان عالما وفي نفس اليوم ماتت زوجته وكان قادما من مراسم هداد وشرب خمر حزنا. تخيل أن هذا طاجيكيا ليس مسيحيا لكنه فعل ذلك من منطق الرحمة والثقافة والإنسانية الرفيعة. من يفعل هذا إذا لم تكن فيه إنسانية؟ لاحقا يجد هذا الرجل المرأة الطاجيكية المهاجرة ويقول لها إنه كان لدي رأي سيء فيك من قبل، ولكن الآن تغير رأيي فيك، فيؤرب عن امتنانه فيأتي مبلغا معينا من المال. شعبنا لا يفعل هذا. هذا هو الأمل الروسي والأمل الطاجيكي، وهذا اللطف يسري في دمائهم.